مرحبا وأهلا وسهلا بيكم. قبل لا نبدأ حلقتنا نقول لكم ما يحلى الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ونتمنى تدعموني بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. جزاكم الله خيرا. حلقتنا ورحلتنا اليوم باش تكون خرافة من خرافات الجدود، والخرافة من التراث الشعبي التونسي القديم، واللي هي بعنوان خالتي عايشة القصيرة. سميوا بسم الله، صليوا على النبي وخلينا نبداو. يحكيوا زمان على مرأة يا محلها، يقولوا لها خالتك عايشة القصيرة، وهي قصيرة ساكنة في دارها الصغيرة، ودارها الصغيرة قاعدة عامين ما كنستهاش، ونهار اللي كنستها لقات فيها فليس. فرحت وقالت يا ربي ايش نشري بيه، زعما شنو نشري بيه. ومنها تنطرت وخرجت تجري ومشيت شريت بيه شوية حلوة بر الترك، كلت شوية وخليت شوية على وظن الخابية لبنتها. وكي روحت بنتها من دار المعلمة قالت لها يا امي جعت. قالت لها بنيتي ايش باش نقولك، اليوم راني سيقت الدار ونظفتها وما لقيتش وقت باش نطيب الماكلة. قالت لها يا امي راني جيعانة، ايش باش ناكل انا تو. جاوبتها خالتك عايشة القصيرة اهوك خديت لك تريف حلوة بر الترك، حطيتها لك على وظن الخابية برا كولها. دخلت بنتها للمقصورة تلقى النحلة كلت الحلوى، خرجت بكاها وغريدها يا امي راهي النحلة كلت لي حلوتي. شهقت خالتك عايشة القصيرة فرد شهقة، اين يعطيني قدري وزماني ونحلة تاكل الحلوى متاعي، انا مازلت بها سفسارية وعجاري. اخذت سفساريها وعجارها اتلحفت ومشيت طول الديوان لسيدي القاضي. دخلت تلقى سيدي القاضي قاعد على فردة بنك، لحيته على صدره، كشطاته على راسه، برنوسه على كتافه. قالت له يا سيدي قاضي القضية يلي تحكم على الوالي وتبري الولية. قال لها لا غلطة يا مرأة، أنا قاضي نحب العدل. قالت له أنا أمك عايشة القصيرة. قالها نتشرفوا. قالت له داري صغيرة. قالها على قدك. قالت له عامين ما كنستهاش. قالها من وسخك. قالت له اليوم كنستها. قالها تاب عليك ربي. قالت له لقيت فيها فليس. قالها ناب عليك ربي. قالت له قلت ايش نشري بيه. قالها اللي يشتهي خاطرك. قالت له شريت بيه طريف حلوى، كليت الشطر وخليت شطر لبنتي. قالها ما هي كبدتك والكبدة مشومة. قالت له يا أخي جات النحلة كليتها يا سيدي القاضي. اضحك سيدي القاضي حتى طاح على ظهره، منها صح وقال بشعون برا جيب لي في الحال دبوزة حديد وصر فيها 100 ريال محبوب. مشى هكا بشعون يجري وجاب مطلب منه القاضي. خذاهم القاضي ومدهم لخالتك عايشة القصيرة وقال لها هيا أمي عايشة، هذا 100 ريال محبوب تعويض من بيت المال على الحلوى متاعك اللي كلتها لك النحلة، وهالدبوز الحديد فين ترى نحلة اقتلها. هو مازال يتكلم وإذا بنحلة صبت الزيت، طارت وفوق كشتات سيدي القاضي ركزت. وخالتك عايشة القصيرة ما كانتش من العاكسين، هزت هيك الدبوز الحديد وشرعت طابقها طويل عريض وقالت العرب رحلت. جابت سيدي القاضي ما في عينه بلا. وإذا وصلت لآخر الفيديو وعجبك ما تبخلش علينا بالاشتراك واللايك
وإلى أن نلتقي، نقولكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.